بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة قصة جديدة معاكم كتبها لنا يوسف. في بيوت كده لما تدخلها تحس انك مش لوحدك فيها. في ناس بتقول ان الارواح بتهيم في المكان، لكن البيت ده ما كانش فيه روح. ده كان نفسه كائن حي، بيشوف وبيفكر وبيعرف انت مين وجاي ليه. في البداية انا مهندس معماري اسمي يوسف. جالي شغل في محافظة في الصعيد، نعيد ترميم فيلا قديمة كانت تابعة باشا في زمن الإنجليز. الفيلا كانت في عزلة على تل صغير، حوالين منها مزارع وسكون مرعب الحقيقة. أول ما دخلت حسيت بدوخة زي دوخة البحر كده، يعني دوار البحر، بس الأرض ثابتة. الفيلا مليانة تفاصيل قديمة، نجف مطرب، صور متعلقة لأشخاص مش واضحين، تراب في كل مكان كده يعني. الغريب بقى إن لما كنت بشوف الصور المتعلقة كده بحس إنهم بصلي فعلا، مش رسومات. الراجل صاحب المشروع قال لي خليك ساكن فيها لحد ما تخلص الشغل، ووفر وقت ومصاريف. انا وافقت بصراحة، لان موضوع زي ده هيوفر لي برضه سكن وهيوفر لي حاجات كتير يعني. بس ما كنتش اعرف برضه ان انا بتفق على حاجة مصيرية يعني. من اول ليلة بدأت احس فيها بحاجات مش طبيعية. النجفة بتتهز لوحدها كل ليلة الساعة 12 وربع بالظبط. باب المطبخ بيتفتح، صوت خطوات بتطلع السلم، بس لما افتح الباب مفيش اي حاجة. كنت فاكر ان ده تأثير التعب لوحده، يعني قلت اني تعب وكده، فكنت فاكر كده الحقيقة. لكن حصل موقف قلب كل حاجة. وانا بصمم أوضة من أوض الفيلا، لقيت رسمة معمولة بالقلم الرصاص، مرسومة على الحيطة تحت طبقة الدهان، واللي فيها كانت صورتي. أيوة، كانت صورتي. أنا مرسوم في أوضة من 80 سنة. اتخضيت وابتديت أدور على معلومات عن الفيلا. وطلعت في أرشيف البلدية، واكتشفت إن كان في مهندس اسمه يوسف اشتغل في نفس الفيلا دي واختفى في ظروف غامضة سنة 1947. رجعت الفيلا وأنا مرعوب. لقيت خريطة قديمة تحت البلاط. الخريطة دي كانت مرسومة بشكل حديث جدا. كان فيها علامة مكتوب عندها: هنا كل حاجة بدأت. رحت المكان اللي فيه العلامة. كانت أوضة صغيرة مقفولة بمسامير من بره. كسرت الباب، لقيت الأوضة فيها سرير حديد ومراية كبيرة، بس المراية كانت غريبة، ما كانتش بتعكس صورتي، كانت بتعكس النسخة القديمة مني. لابس لبس من الأربعينات، ووشه عليه رعب غير طبيعي. المراية بدأت تهتز وطلعت منها همسات. رجعت تاني، ما خلصتش. لسه ما فهمتش انك مش اول واحد ولا اخر واحد. الازاز اتكسر فجأة وخرج منه دخان اسود. الأوضة قفلت عليا، ولقيت نفسي جوه ذكرى مش بتاعتي. شفت الباشا اللي كان عايش هنا، كان بيعمل طقوس غريبة في نفس الأوضة. كان بيحاول يربط روح الفيلا بروحه عشان تفضل حية وتفضل تراقب اللي بيدخلها. صحيت مرعوب، بس كل حاجة حواليا كانت متغيرة.
نجف جديد، الأرضية بتلمع حرفيا، والسنة اللي على الحيطة كانت 1947. أيوة، أنا اتحبست في الماضي، ويمكن الماضي